السلام عليكم، اهلا وسهلا اخواني اخواتي. مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله يعجبكم فيديو جديد، روتين جديد ان شاء الله. نبداو بصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اخواني اخواتي، بديتكم النهار ديالي في الصباح، يعني شوف كانت الشتاء، اللهم صيبا نافعا. بصراحه بغيت نشاركها معكم. الجو كان زوين، كيعجبني هذا الصوت ديال الشتاء. نكون جالسه هيدا في شي بلاصه هيدا، ونكون قدام يعني شي باركو ولا شي حاجه، ونشوف هيدا الشتا كطيح في الارض. المهم هذا ما كاين، وقلت هذا النهار هذا ما يصلح عين بيصار. مع سفرنا السبت والحد، سافرنا طلعنا للجبل وجبنا زيت البلديه، وكانت عندنا تما ياك يعني ديال العام اللي فات، ماشي جديده. كان الزوج ديالي مشى للمعصره، يعني بداو الناس ماشي الناس، يعني الناس باقي ما بداوش يسقطوا الزيتون، غير كيجيب الزيتون من مناطق يعني اللي يعني بداو كيسقطوا فيها. وسولوا الزوج ديالي، كان معصروا العصره الاولانيه، وسقسى على الثمن ديال اللتر ديال الزيت، فقال له 110 دراهم ديال هذا ديال الزيت البلديه. اي والله. وبالنسبه للكيلو الزيتون 15 درهم، 15 درهم. هادشي البدايه، ما عرفناش واش غيزاد ولا الله اعلم. حيت اصلا زعما الصراحه يعني كنمشيو هيدا ملي كنكونوا ماشيين طالعين البلاد، كاين شي مناطق اللي ما فيهاش الزيتون مره نهائيا، وكاين شي بلايص تبارك الله الزيتون الشجره هذا الغصونه ديالهم كاملين مايلين هيدا للارض. وتبارك الله كل واحد والرزيق ديالو، هذا ما كاين. المهم هنا كما كتشوفوا، هنا غسلت البيصار ديال يباون، الفول كاين اللي كيقولوا الفول، حنا كنقولوا لهم يباون. غسلتهم هنا، كنغسلهم مزيان مزيان حتى ما كيخرج ديك الماء ديالهم صافي. كنقيه غير ديك ماشي شي زبل ولا شي حاجه كان في ديك البيصار، يعني ملي كيتشرد كيطحنوه كيكون فيه ديك لاصق ديال الغشا ديالو. بعد الحبات كيكونوا باقي فيهم ديك الغشا ديالهم، فكنحاول نزولهم بلا ما نزول ديك البيصاره كامله. صافي هنايا كما كتشوفوا، انا الطريقه ديالي اللي كان دائما معتمد عليها، يعني كنعدلها بهذه الطريقه، عمري ما بدلتها. كاين اللي كل واحد والطريقه ديالو، كاين اللي كيعمل فيها حتى العطريه الفلفله، كاين اللي كيخلطها ببصله ديال الجلبان. مهم كل واحد وكيفاش يعني كيعدلها. انا هنايا كان باقي لي واحد الثوم، ديك الثوم صغيره سبحان الله انا ما كنحملش نعدلها، كتعذب في القشر ديالها. شبرت حتى هنايا في الماء باش تسهل عليا في منين نقشرها. ملي اما كبيره لا كبيره كنقشرها عاديه، اما تسليتوها كنعملها في الماء. صافي هنايا قشرت الثوم كامله اللي غادي نستعمل هنايا في هذا في البيصر. انا كتعجبني غير هيداك الثوم، مع الثوم اصلا مزيانه دابا، هي اصلا في هذا الجو ديال دابا بدا كيبرد، انتيبيوتيك طبيعي، مع البيصاره حتى هي طبيعيه يعني صحيه. صافي هنا غنعمل لهم الماء وغنخليهم يطيبوا يتسلقوا حتى كيطيبوا، عاد كنعمل لهم انا الزيت والملحه والعطريه ديالها. صافي هنايا رديتها طيب وجيت نعجن الخبز. كان ما عنديش، ما بقات لي شي مور ديك الرغيفات ديال اللي كنت شاركت معكم فيديو سابق، تسالاو ديك الرغايف ما عرفتش كيفاش كيعملوا لهم، جبروهم لدادين. والله الا ما عرفتش كيفاش كيعملوا لهم، تسالاو اختي، خصني نعاود نشارك. المهم خصني نعاود نعجنهم. واليوم كانت عندي العجينه ديال الخبز، قلت بلا ما نعجن اليوم الرغايف والخبز. يعني عجنت مور ديك الفيديو اللي كنت شاركت معاهم الخبز المقله، هيدا كنت متفريقو عجنت موراها مرتين. عجباتو بديك الخبز المقله. حنا قالوا لنا ماما عدلنا خبز المقله، ما تعدلناش الخبز ديال الفران. وهنايا قلت غادي نعمل فيه شويه هيدا وشويه هيدا. هنا طبعا عملت الطحين ديال الزرع، هذاك الطحين هذاك اللي غربلت الثاني، هذاك السميده ديالو، فغربلته عملت معاه شويه باش كيجي ديك كتجي مزيونه هيدا بديك السميده ديال هاد الفرينه. صافي هنا عملت عندي شويه ديال عندي العسل، هذه عسل بلديه ماشي عسل ديال هذا عسل بلديه، الملحه والخميره طبعا، والماء يكون دافي، ما يكونوش ماشي بروده. دابا بدا كيبرد الجو، بدينا كنجبدوا الغطا هيداك كنغطيو. صافي غادي نعجن العجينه ديالي والبيصره هي كطيب، وان شاء الله نشارك معكم واحد الفطيره ديال التفاح اللي كتجي لذيذه.
صراحه وسهله التحضير، واخا تكون عندك غير بيضه وحده. صراحه كنت شاركتها معكم شحال هذه، دابا تقريبا عامين في بدايه القناه ديالي. كنت حضرتها ديال غير بيضه وحده. هاد المره غادي نضوب الكميه وغادي نشاركها ان شاء الله معكم. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. واللي كتشوف قناتي لاول مره كنقول لها ما تنسانيش شي من ديك اللايك ديالك، وإلا كنتي مهتمه بالفيديو بالقناه كذلك اشتركي وفعلي زر الجرس باش يوصل لك الجديد القناه ان شاء الله يا ربي. هنايا العجينه غير جمعتها وصافي، ما دلكتها ما حتى شي حاجه. صراحه الطحين ديال الزرع بلا دليك بلا والو، يعني كتخليوه يرتاح كيدير لك راسو بيدو. كل ما كيرتاح مزيان كل ما كيكون النتيجه ديالو احسن. صافي هنا غطيتها وقربتها قدام البوطه، على حسب عندي البوطه مشعله مجامر باش دغيا كتخمر. صافي هنايا عندي تفاح، هنايا واحد 3 تفاحات قشرتهم وقطعتهم، عملت مغرفه ديال الزبده تكون حيوانيه. وعندي هنايا كذلك عملت ملعقه كبيره ديال العسل، ما عملتش السكر. صافي هنا عندي الليمون حتى هو عصرته، والبيصاره ديالي ها هي كطيب. الصراحه علين توجد، كخصني غير شويه نسالي من التفاح ونطحنها باش نرد عاوتاني تغلى شي شويه فوق النار. صافي هنايا كما كتشوفوا بدا كيدخلوا ديك التفاح الطياب. كنزيد له هنايا شويه د القرفه. كتجي المذاق ديالها مزيونه، القرفه مع الليمون عرفتي كيعطي واحد المذاق باش نقول لكم، واحد المزيج مزيون بزاف بزاف. الا ذقتوه راه غادي يعجبكم. هنا كنحاول نقص البوطه، يعني النار تكون ناقصه على مهيله باش ما دغيا ما تحرقناش ديك العسل وتبقى مقرزه. صافي هنا وضعت شويه ديال الحامض او الليمون. صافي غادي نخليه غير شويه هيدا، وصافي غادي ديك الساعه غادي نحيدو. هنايا جيت نطحن البيصاره كما قلت لكم، يعني طحنا كنطحنها غير بالمكسور. ومن بعد غادي نعمل لها العطريه ديالها اللي هي غير الزيت البلديه والملحه والابزار. انا نعملها الابزار الابيض هيدا كنطحنو، عندي حبه في الماكينه ديالو غادي نطحنو. يعني نيشان يعني كنت خديت منه شويه، قلت هذا كنخلي غير هيدا ملي كنبغي هيدا شي حاجه هيدا، خصوصا البيصه ملي كتعمل ديك الابزار كحل كيبقى ديك النقاطي ديالو، يعني ديك هذه ديالو. فقلت نعمل غير شويه ديال الابزار ابيض. وهنا غادي كتشوفوا هنا عندي خفيفه، يعني غادي نردها فوق النار باش تولي باش ترجع تقيق. لا حنا ما كنبغيوهاش خفيفه بزاف وما تكونش ثقيله بزاف. انا راجلي نهار ملي كنطيب كيجبرني طيبت البصل عنده عيد ميلاد، يعرف راسو كيقول لي فهمتي، يعني ضروري ما نخلي له شويه باش كيفطر به في الصباح. صافي هنايا صافي تعسل لي التفاح. غادي نخليه حتى يبرد، ومن بعد عاد هذا نعجن العجينه ديالو ديال هاد الفطيره هادي. صافي هنا اي حاجه يعني طاحت لي في اللافابو يعني كنغسلها ما كنخليهاش. عاوتاني ملي كنسالي في العشيه حتى ولا كانت شي حاجه ديال القشيعات في العشيه مره اما كنغسلهم انايا ولا كتغسلهم ختام. ملي ما كتكونش هيدا عندك تهبه ولا ما عندهاش شي حاجه اللي غادي تهدك، خصوصا دابا هي التوقيت ديالها عندها لا العام اللي فات ولا هاد العام التوقيت كله عامر. عندها عام اللي مثلا كتمشي ديك في 8:30 اولا كتمشي في 10:30 وتجي في 12:30 وترجع في 2:30 حتى ل 6:30. يعني بلا ما نهضروا نهار الجمعه عندهم حتى 7:30 في العشيه. المهم اي حاجه كطيح في اللافابو كنغسلها ما كنخليهاش. يعني الشتا تبارك الله مازال خدامه كتفطر، ماشي ما كتفطرش شي شويه هيدا كتخرج القيله عاوتاني شويه هيدا كترجع الشتا كطيح من ثاني. صراحه واحد دقه الشتا ما نقولكمش الا كتشهي. صافي هنايا الخميره العجينه خمرت لي، غادي نقسمها النص غادي نعملو في هذا الفران، ندخلو الفران ديال هذا، والنص غادي نعملو في هذا في طيبو في المقله ديال الرغايف، نعمل به الخبز المقله. وديك الخبيزات غنحيدو لان انا كنت كنطيب وكان جا زوج الكريم وجبرني يلاه طيبت الاولانيه شبر فتحه وعمل فيها الزبده، عرفتي كيفاش جات ولا ما نقولكمش كلاها. صافي ديك الساعه اخرين 3 بقاو لي حيدتهم قلت باش يفطروا بهم في الصباح حيت الا جبروهم غادي ياكلوهم. وانا عملت له خبز اخرى ديال الفران فبغيت يتغداو بها، وهذه تبقى لهم هيدا الفطور. عملت هيدا 6 ديال الخبيزات ديال
ديال الفران، وربعه ديال الخبيزات ديال المقله. ما عملتهمش كبارين هيدا، عملتهم غير صغيورين هيدا. وبان لي دابا راه خاصني غدا نعجن ان شاء الله يا ربي، لان باقي غير جوج خبيزات بقاو من هاد الخبيزات ديال الفران وثلاثه ديال المقله. صافي هنايا غادي نقرصهم هيدا شويه، ماشي رقاق بزاف بزاف، لان ما فيهمش الطحين ديال الفرن، ما فيهمش النخاله، يعني فيهم مع الفرينه وديك السميده. صافي هنا غادي نقرصهم ونغطيهم ونخليهم يخمروا على بيد من انا يعني نكمل هذا الخبز ديال المقله. طبعا الخبز المقله سهله، ما كتخمر ما حتى شي حاجه، غير قرصه على بيد من تجمع الدنيا، تكون المقله عملتيها فوق النار كتسخن. يعني داك الشيء ساهل ماهل، ماشي بحال خبز الفران خاصها تقرصه عاوتاني تولي تخمر عاد تدخلها الفران. صافي هنايا ملي خمرت لي، المهم ملي ساليت التقريص ديال الخبز، بديت كنطيب. الاولانيه راه هذه الثانيه اللي عملت، الاولانيه راه تنكلات. صافي غادي نكمل الخبيزات ديالي. سبحان الله، الكوزينه كدير لك كل الوقت ديالك، تقريبا الوقت ديالك كامل كتديه، مازال الدار كامله تبقي فيها الشغل نص ساعه المكانه تكون مساليه، يعني ماشي داك الشغل العميق اذا كتركن وتشطب هيدا وتمسح هيدا الغبره، بيد العيال كذلك بيت ديالي. ولكن الكوزينه سبحان الله كدير لك الوقت ديالك، ما كتنفعك شي عام خصك القشوع اللي وسختيها خصك تغسلها. المهم ماشي فحال مثلا يعني غادي تدخل ساعه المكانه وتخرج في حالك. يعني ضروري خصك تعدل الغدا، خصك مثلا كيشي الخبز خصك تعجن، الا ما كانش العجين خصك تجفف، الا ما كانش التجفيف كاين التصبين. المهم ديك الكوزينه ما كتخرجش منها. هنا غادي نشارك معكم هذه الفطيره. عندي هنايا جوج بيضات وكاس ديال السكر وكبيصه ديال الملح. غادي نخلط هاد البيضات هادو مزيان، من بعد غنضيف 3 المعالق ديال الحامض او لا 4 شحال ما كان. المهم انا يعني بقى لي العصير هنايا، كنت عصرت مره واحده عملت فيه التفاح وعملته هنايا. صافي غادي نخلطو وغادي نحك شويه ديال برش الليمون. كان هاد الليمون هادو ديك الجلده ديالو رطبه، ما ماشي ديك بحال الجلده ديالو حرشه كيتحك دغيا، اما هذا رطبه بالدراع باش خرجت هاد شويه. المهم العصير الحامض كاين هاد صافي كنخلطو مع بعضياتو مزيان، وكنضيف باقي المكونات اللي هي الزيت والقرفه والطحين وكذلك خميره ديال الحلوى. صافي هنا عندي شي كاس مع مرشي تقريبا اكثر من نص، ماشي النص، اكثر من نص ديال الزيت. وهنا عندي القرفه يعني شويه ماشي بزاف، لان الا كثرنا معاها عاوتاني كتمرر لنا الحاجه. صافي هنا كنخلط مع بعضياتو مع التفاح فيه القرفه والليمون، وحتى العجينه فيها القرفه والليمون، صراحه كتجي لذيذه وكتجي مزيونه صراحه هذا المزيج هذا. صافي هنا عندي في ديك هذا زلافه كبيره عندي فيها 4 ديال الكيسان ديال الطحين. هنايا ضفت واحد الكيس ديال الخميره وغادي بسباتولا هيدا كنخلط. المهم 4 ديال الكيسان عايشت لي واحد شويه ديال الطحين. صافي غادي المهم العجينه ديالي ما كتكونش ديك مثلا خفيفه، هي واخا كتجمع الا حديتيها باليد اخر مثلا كتكون ناشفه يعني ما تلصقش، وهي في نفس الوقت الا حديتيها مثلا هدكتيها فيها يعني كتلصق لك في يدك العجينه. يعني ماشي العجينه كتكون قاصحه ولا مثلا ما كتلصقش مره في يدك، راه كتلصق شويه ولكن ما تكونش ديك العجينه اللي خفيفه. صافي هنا كنحاول نشوف بيد اخر اللي ما محاديشي. صافي غادي نحاول نجمع العجينه ديالي وغادي ناخذ منها واحد الطرف، يعني واحد الكميه هيدا نلويها في السلوفان ونعملها في فريغو باش ديك يتجمد ديك هذا شنو سميتو ديك العجينه. ها الكميه ديال الدقيق اللي بقات لي تقريبا يعني ملعقه كبيره مع مراشي. صافي هنايا غادي نحاول نحيد منها واحد الطرف اللي غادي كنوريكم العجينه كيفاش نيه، يعني ماشي ديك خفيفه وفي نفس الوقت راه هي باقي كتلتصق وفي نفس الوقت ماشي خفيفه. صافي هنا كنحاول نحيد ديك الطرف كما قلت لكم. غادي نعملو في نلوي في السلوفان ونعملو في فريغو
نحاول ما يدخل باش ما يدخلوش ديك البروده ديال الفريغو، باش ما يفزقناش العجينه. معايا انا اصلا كان ما عنديش الوقت يعني كبير مثلا باش نخلي العجينه ديالي حتى تجمد مزيان مزيان، يعني عشويه وصافي. لكن مثلا الواحد عنده الوقت هيدا، يعني كنت خصني كلشي نساليه دغيا باش نخرج نرتاح، لاني الوقيف في الكوزينه شويه بدا المهم هذيكني على حساب الظهر. هنايا الخبيزات ديالي المقلاهم وبقاو 3 ديال الحبات غادي نحيدهم، باش الا جبروهم ولادي جاو جبروهم راه غادي يبداو بهم هما الاولانيين، ما غاديش يبغيو ياكلوا اخرين ديال الفران. ما نفتح معكم غير هادي، الصراحه كيجيو غزلان وكيجيو خفافين، شهوه منهم. وهنايا صافي غادي نطلق ديك العجينه ديالي، غادي نحاول نعطيها واحد الشكل مستطيل، وما تكونش رقيقه بزاف بزاف وما تكونش غليظه، لان فيها كيس ديال الخميره راه غادي تنتفخ معنا في الفران. نعطيها الشكل ديالها يعني مستطيل. المهم نحاولوا معاها، واخا هي ما عادش تعطينا داك الشكل المستطيل كما بغيناه، ولكن عادي نحاولوا معاها وصافي. وهنا غادي نجيب ديك التفاح اللي عسلته، كان يعني برد، هنايا برد بزاف. صافي غادي نوزعوا على هاد العجينه هذه كامله، نحاول ما نخلي حتى شي طرف ديال العجينه باين. سبحان الله النهار اللي كيكون فيه الشتا كيكون الجو سبحان الله مظلم، بحال تقول العشيه ماشي الصباح. المهم هنا غادي نوزع ديك التفاح كامل على ديك العجينه، وغادي نعمل عليه هذيك العجين اللي كنت حيدته في الفريغو بديك المبشره ديال المطيشه. غادي نحاول نبشر ديك العجينه ديالي كامله فوق ديك التفاح معسل، بحال شكل ديال الفرماج ملي كنجيو نحكو الفرماج على البيتزا. صافي هنا عندي شويه ديال اللوز ايفيلي حتى هو عملته فوق منه باش كيعطي ديك التقرميله ملي كيطيب. وانا غنشبر موس ولا نشبر هاد القطعه هادي ولا اي حاجه كنقطعها قبل ما يطيب، باش ملي كطيب كيبقى لنا ديك لاطراس ديالها، باش كنقطعوها ما كتهرس معنا حتى شي حاجه، يعني مع هو العجين ديالو كتكون هشيشه. ملي الا خليناها حتى الاخر طاب عاد نقطعوها فغيتهرس معنا هادشي هاد الفطيره هادي. المهم غادي المهم رشمت هيدا وصافي غادي ندخلها في الفران طيب. الا بغيتو عدلوها دائريه تعملوا، يمكن لكم تعملوها دائريه. المهم هنايا كان الغدا ديالي هو طاب. البيصار عملت له زيت العود من فوقي والكيمون. السودانيه ما عندي شيء، ما كنشري شي ديك السودانيه غبره. صافي هنايا كنوجد الغدا ديالي، الخبيزات ديالي حتى هما طابوا في الفران، خرجتهم وخليتهم مغطين هيدا باش كيرجع فيهم ديك الصهد باش كيبقاو رطيبين، باش ما كيقصحوش هاد الخبيزات هادو. صراحه كيجيو رائعين وكيجيو مزيونين ودغيا، يعني ما سبحان الله الخبز ديال الدار ما كيبقاش فيه هذيك الفتاوت، يعني مثلا كيترمى ولا شي حاجه، ماشي بحال الخبز الزنقه. الخبز الزنقه ضروري عندك ديك الميكه كتخرج ديك الخبز يابسه. هاد الخبز الدار سبحان الله كتنكل ما كتبقاش شي مره نهائيا. صافي انا كنت بغيت زعما نعملهم ديك هيدا بالموس، ولكن كان عندي الموس حافي فما حشمني ما عمليش ديك ما رشمليش ديك الخبز علامات زائد. المهم الخبز جا مجعب من داخل وجا غزال. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي. وهذا هو الغدا ديالنا النهار اليوم، نهار ديال الشتاء. اي حاجه ملي كيكون الشتاء الحاجه الوحيده اللي كطيح لك في البال ديالك هي البيصاره، هذا ما كاين. صافي غادي ندوق معكم هذا الشديق هذا، هي باقا سخونه كيعجبني هيدا ناكلو هيدا في الطاجين. كتجي لذيذه ملي كتكون هيدا ملي كتسخنها هيدا تعاود، لان كانت بردات سخنتها هنايا في الطويجن باش مع هاد الطاجين كيبقى شابر السخونيه، باش كتبقى بيصاره سخونه ما كتبردش. وهنايا وجدت لي الفطيره ديالي تحمرت هي في الجوانب، انا كيعجبني ديك التقرميله اللي في الجوانب. غناكل غير ديك الحاشيه، اما ديك الوسطانيه ما المهم غناكل لهم هاد الحاشيه ونخلي لهم على الوسطانيه.
هنايا صافي يعني غادي نرش عليها شويه ديال السكر البودره من فوقي. وإلا بغات مثلا تبقى هايده يعني بلا السكر حتى هي مزيانه كتجي مزيونه. صافي هنا غادي نكمل نرشوها هيدا بالسكر ثقيل، وغادي نقطعوها ونعملوها في الطبق ديال التقديم. صراحه كتجي لذيذه وسهله التحضير، يعني ما كتاخذش المكونات كثيره. يمكن لكم تعدلوا غير بيضه وحده، انا كان سبق لي عدلتها في الفيديو كما قلت لكم. هذه عامين يعني تبارك الله. كنت عملت غير بيضه وحده. عرفتي واحد دقات الشتا دابا كطيح ولا ما نقول لكمش. الشتا والريح بجوج، البيبان عا كيتشاطوا، البيبان مشدودين وما كيتشاطوا. المهم هاد كنقطعوه، هانتوما شفتوا يعني كتجي دغيا كيتقطع. ملي كنقطعو قبل ما كيطيب حسن حتى كيطيب عاد يتقطع. صافي هنايا عملتو في الطبق ديال التقديم. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويكون خفيف وظريف على قلوبكم ان شاء الله. وإلا عجبكم ما تنسونيش من اللايك والتعليق والبارطاج كذلك، فضلا منكم وليس امرا. وشكرا لكم على حسن المتابعة، ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء.